لم نستطع أن نحول العمل الحقوقي إلى عمل قائدي جماهيري. ما زال العمل الحقوقي في المغرب مرتبطة ما هو اجتماعي تم الإلغاء ديالها. إذا لماذا تم تغييب كل ما هو اجتماعي في البر؟ إذا هنا كانت بفعل فاعل، ألا هو الفاعل السياسي، هو اللي فرض التوجه، خاصة التوجه ما بين ما نتحدث عنه نحن كجمعية وما تتحدث عنه الدولة وما يتحدث عنه المقرر الأممي الخاص بالحماية الأفراد من الاختفاء القسري. بالنسبة للأرقام، مثلا الدولة المغربية تتحدث الآن على 6 حالات عالقة فقط. نحن داخل الجمعية نتحدث على 75 حالة. بالنسبة للمقرر الأممي الخاص بحماية الأفراد من الاختفاء القسري يتحدث على 120 حالة. يعني مثل هذه القامات هي التي تجعلنا نستمر في العمل. إن لولاهم لما كانت الجمعية ولما تطورت ولما استمرت. وهي الآن كما قالت رفيقة خديجة تحتفل بالذكرى 44 لوجودها. يظن أن الذين أسسوا الجمعية ما أظن أن فيهم من كان يظن أن الجمعية ستصمد، خاصة من بعد 81 و 82 والتضييق اللي كانت. كذلك شكرا لهم في اختيار الموضوع. يعني النضال الحقوقي أو أي أفق للنضال الحقوقي في ظل الوضع الراهن، واللي على الأقل أفادني من جوج ديال الحوايج. الحاجة الأولى هي ما كاينش مكان نضال على المجال الحقوقي على الصعيد الدولي والتداخل بين ما هو وطني وما هو دولي. ونقطة ثانية أن إلى حد ما غادي تعفيني باش نهضروا على الانتهاكات في المغرب، واخا ضروري خصني ندوزها. فأظن على أن الجميع أو المتتبعين للحياة السياسية من بين أهم ميزات القرن الماضي هي المكتسبات التي تحققت خاصة في مجال حقوق الإنسان كرافعة وكأداة للعمل، وكذلك لمقياس مدى تطور الأمم. إذا رجعنا للقرن الماضي ربما الأداة القوية اللي كانت هي بروز المجتمع المدني ككل، وخاصة المجتمع الحقوقي الذي اعتبر كسلطة خامسة للعمل. ربما بالنسبة لبعض الدول مثل المغرب ما كانش تطور كبير إذا المجتمع المدني ما كانش عنده حضور قوي، في حين أن بعض التجارب بعض الدول خاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا العمل الحقوقي أعطى شيء كبير جدا وأوصل الشعوب إلى الديمقراطية. أظن المهتمين بالسينما ما عليهم إلا أن يشاهدوا فيلم In the Time of Versailles في زمن الفراشات لسلمى حي، فيلم منتج صدر في 2010 كيبين كيفاش النضال الحقوقي وخاصة النضال الحقوقي النسائي ديال في الدومينيكان كيفاش قدر يغير المجتمع ككل. إذا ما ناخذوش المقياس ديال المجتمع المدني المغربي أو المجتمع المدني الحقوقي في المغرب كمعيار العمل ديال الإطارات الحقوقية. هناك دول استطاعت أطر أو استطاع العمل الحقوقي أن يغير الشيء الكثير فيها. لماذا؟ لأن مع الأسف وهذه ملاحظة أو خلاصة لم نستطع في المغرب بالرغم من أن الجمعية 44 كنظن العصبة هي الأولى 51 سنة ولا 52 سنة، لم نستطع أن نحول العمل الحقوقي إلى عمل قائدي جماهيري. ما زال العمل الحقوقي في المغرب عمل نخبوي. ناخذ أي مدينة في المغرب النسبة ديال المنخرطين في العمل الحقوقي ما كيتجاوز 0.01% أفضل الحالات. إذا لم نستطع أن نقعد العمل الحقوقي دو مانيير أو بشكل يكون بشكل يومي مع المواطنين. كذلك لأن التطورات اللي كانت في القرن الماضي في مجال حقوق الإنسان باعتباره هو اللي عطانا لا الإعلان العالمي لا العهود لا مجموعة ديال الاتفاقيات، أننا كنا ننتظر أننا في القرن 21 سننتقل في العمل الحقوقي من المرحلة ديال الملاحظة والتتبع إلى المرحلة المحاسبة. وكان الجميع يتحدث على أن الإطارات الحقوقية أو العمل الحقوقي يجب أن ننتقل من مرحلة ديال أننا نلاحظ ونتتبع الوضعية الحقوقية أو على الأقل نعطي صفوف ديال بعض الدول هذه متقدمة أو غير متقدمة في هذا المجال إلى مجال آخر وهي المحاسبة ديال الجلادين والمسؤولين على انتهاكات حقوق الإنسان. مع الأسف هذه الصيرورة ما مشاتش. كذلك الجواب حول الربط بين ما هو حقوقي وما هو سياسي، أظن على أننا إذا تبعنا المواد أو ما يصدر في المنظومة الحقوقية يتضح أن العمل السياسي حاضر بقوة في العمل الحقوقي. مع الأسف بعض الدول حاولوا يدار هذا الفرق، وهذا يعني لي مون دو بلوكاج ديال تطور العمل الحقوقي.
لا انت كدير سياسه ما ديرش حقوق الانسان، انت كدير حقوق الانسان عندك خطاب كيولي سياسي. وخلقنا مجموعه ديال الخطوط الحمراء في التفكير ديال الحقوقيين، لاننا الا خدينا مثلا التطور ديال الاليات الامميه، لان الاعلان كيبقى اعلان ما عندوش قوه كبيره. كيفاش اننا انتظرنا من 1948 الى غايه 1966 باش نخرجوا اعلانين منفصلين كل واحد ببعد ديالو، في حين على ان المنتظر اللي كانت في 1952 كانت انذاك مذكره ديال الامباكت ديال العهد الدولي. كان انذاك لي كوليس يتحدثون على عهد دولي الخاص بحقوق الانسان بشكل عام، ما كانوش لي دو باكت. ولكن الفاعل السياسي هو اللي وصلنا انه ولا عندنا امباكت خاص بالحقوق السياسيه والمدنيه وباكت خاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. حتى في هاد لي باكت فاش كنتبعوهم ونمشيو لا تيرمينولوجي، لان بعض المرات ما كنردوش البال اللغه المستعمله. وغادي نعطي هنا مثال باعتباري اشتغل في مجال الصحه، اذا نعطي مثال. فمثلا فاش كنجيو الاعلان العالمي، كان هناك حديث في الفصل 25، كان هناك حديث على مستوى من الصحه ممكن بلوغه، وكان ربط دائما في الارتيكل 25 كان ربط ما بين الصحه والسكن ومجموعه ديال المؤشرات. سنه 1966 فاش صدر العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، في الارتيكل 12 اصبحنا نتحدث فقط على اعلى مستوى يمكن بلوغه الانسان في الصحه العقليه والبدنيه. كل ما هو اجتماعي تم تجاوزه او تم الغاؤه عمدا. كل المؤشرات المرتبطه ما هو اجتماعي تم الالغاء ديالها. وقتاش اون فالا ريكوبيري حتى 2005، تصور من 66 حتى 2005 عاد رجعنا تنهضروا على المحددات السوسيو اقتصاديه للصحه ومحاوله ادخالها. يعني الانسانيه فقدت من 66 حتى 2006 هذا البعد الاجتماعي في مجال الصحه، بل اكثر من ذلك. فاش كنشوفوا حتى الاتفاقيات الجهويه، مثلا لو باكت اوروبيان ديال لي دروا ايكونوميك سوسيو كولتوريل، مجال الصحه واضح يتحدث على الصحه النفسيه والبدنيه والاجتماعيه. بالنسبه للميثاق الافريقي حقوق الانسان والشعوب كنهضروا فقط على ما هو الصحه البدنيه والجسديه، وليس هناك ما هو اجتماعي. دو ميم بور لا ديكلاراسيون ديال لو باكت بان امريكان نفس الشكل. اذا لماذا تم تغيير كل ما هو اجتماعي في لي باكت؟ اذا هنا كانت بفعل فاعل، الا هو الفاعل السياسي، هو اللي فرض هذا التوجه، خاصه التوجه الغربي اللي حاول يبعد. كذلك حتى في التطور ديال الاليات، مثلا الباكت ديال الحقوق السياسيه والمدنيه تطور بشكل كبير جدا، والمجموعه ديال الاتفاقيات اللي صدرات، مثلا اذا خدينا التعذيب كمثال، ان مجموعه ديال الاتفاقيات بتسارع كبير اللي صدرات، وداك الشيء طريق بريسي. كل ما يرتبط بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه تم التاجيل ديالو. ان حتى بالنسبه للباكت فاكولتاتيف اللي كيسمح للمواطنين مقاضاه الدول ارتباطا بالحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه، انتظرنا حتى 2008 عاد خرج. وحتى فاش خرج في 2008 عدد كبير ديال الدول لم توقع عليه. وربما هذا كذلك من الادوار ديالنا على اننا ما كنتبعوش هذا الشيء باش نقدروا نضغطوا على الدول من اجل المصادقه على هذا النوع من الاتفاقيات، مثلا هذا الباكت فاكولتاتيف ديال المحاكمه ديال الدوله لما وفرت حق من حقوق الانسان. مثلا في دول ديال شمال افريقيا والشرق الاوسط ليس هناك اي دوله موقعه على هذا الباكت، بمعنى المقاضاه في الحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه غير متوفره بالرغم من الاليه كاينه. كذلك فيما يتعلق، نعطي مثال حي حول التداخل بين ما هو سياسي وما هو حقوقي. 2010 2011 كان هناك نقاش، انذاك بدا التقييم ديال الاهداف لي زو ام دي، لي زوبتيمينيور ديفلوبمون، وكان التفكير للباساج لي زو دي دي. سنه 2013 جافي لوكازيون داسيستي في الامم المتحده لاخر النقاط المرتبطه بلي زو دي دي ولي زو ام دي، فتم تاجيل مده يومين على كلمه واحده. في لي زو دي دي كانت واحد الكلمه واضحه ديال كيفاش الاحتلال يمكن انه يبلوكي تحقيق الاهداف ديال التنميه المستدامه. امريكا وانجلترا حبسوا النقاش مده 48 ساعه من اجل هدف واحد، هو تغيير كلمه الاحتلال بكلمه الارهاب.
لينا عارفين بلي احتلال كلشي كيهضر على الكيان الصهيوني وغادي يمشي للمحاسبه ديالو بمجموعه ديال الاليات. اذا هنا تيبان لك ان حتى هذوك لي باكت والمواد ديال العهود الدوليه اللي كنهضروا عليها نفو با لي فوار بواحد لا ساكراليتي انها مقدسه، بل هي مواثيق دوليه يجب مناقشتها، يجب الاشتغال عليها، يجب التطوير ديالها، ونشوفوها دائما بالنقد. اذا الرهانات اللي كاينه هي هذا التتبع ديال هذه الاليات الامميه باعتبارها هي المرجعيه ديال العمل ديالنا داخل الجمعيه. ولا كذلك فيما يتعلق بمثال اخر حول التاخر او تحقيق الحقوق، مثلا الاعلان الخاص بالشركات الملتي ناسيونال وتاثيرها على حقوق الانسان. اول الموتور الاولى اللي كانت طرحت سنه 94. انا ذاك بدا النقاش خاصه سويسرا والسويد مع الدول اللي تتناقش هذا الباك من 94، وهذا الباك ما قدرش يخرج حتى مؤخرا حتى 2006 عاد دار مقرر اممي حول الدور ديال الشركات الملتي ناسيونال في الانتهاكات ديالها لحقوق الانسان. اذا هذه الاليات الامميه وهي تطورات بشكل كبير، ولكن هذا التطور لم ينعكس على الدول. مثلا ناخذ المغرب، ما كاينش شي جمعيه ولا شي اطار يترافع باش المغرب يوقع على الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب خارج الاجنده، مع العلم على انه يوفر لنا على الاقل كاطارات حقوقيه على اننا نترافع على المستوى الافريقي على مجموعه ديال الملفات، خاصه ان الاتحاد الافريقي خدا كاع دوك لي ميكانيزم اونيزيان وحطهم في افريقيا، ولكن بالنسبه لنا كجمعيات غير قادرين ان نترافع لان المغرب ما مصادقش، وعمرنا ما فكرنا اننا نضغطوا على الدوله انها تصادق على هذا، باش كيما ما عندناش الامكانيه باش نمشيو دائما لجنيف ولا نمشيو لامريكا، ولكن في افريقيا عندنا هذه الامكانيه من اجل فضح الدوله على الممارسات ديالها اللي كدير المرتبطه بحقوق الانسان بشكل كبير. اذا كاين هذا التغيير ديال كذلك البدايه ديال هذا القرن باش نمشي دائما في التطور، لان في العرض ديالي غنهضر شويه على هادشي ديال حقوق الانسان، سامر الانتهاكات الكبيره اللي كانت في المغرب باش دائما نربطها بالرهانات ديالنا قبل ما نمشيو للمستقبل. وفاش نهضر على الحركه الحقوقيه غادي نركز بزاف على الجمعيه، لان الاطارات الاخرى شخصيا غير معني بها وما عنديش الصفه باش غادي نقيم العمل ديال كل اطار، ولكن الجمعيه على الاقل اننا في الجمعيه ونتحدث عن الجمعيه ممكن اننا نتحدثوا على بلوس دو ديتاي فهادشي. النهايه ديال القرن الماضي دائما في مجال حقوق الانسان اهم شيء كان هو اصدار واحد ان ترافاي اللي دارت، ما ان حقوق الانسان تحولت من شعارات مفتوحه الى علم. الان لي زانديكاتور داروا دي زانديكاتور دي دروا زومان كي سون تري بريسي، ان حقوق الانسان اصبحت لديها مؤشرات قابله للقياس وقابله للتتبع بشكل دقيق جدا. الاصدار ديال هذا العمل كان صدر في 2003. فاش كان صدر انا ذاك باللغه الانجليزيه، الان متوفر بالعربيه وكل شيء، والاعتماد فيه ان لاول مره ولات حقوق الانسان درنا لها آلية للقياس، واصبح اي حق ممكن القياس ديالو، واعتبروا لي زيليمون ديال هذا الحق باللغه الانجليزيه خداو الرايت ار ان هذا الحق ولا هذا الانديكاتور خصو يكون روبوس انديبوندون، يكون جلوبال يعني شامل مرتبط بالانسان وترونسبار، وخداو كاع حقوق الانسان وداروا لها هذه المعايير ولات القياس ديالها. اصبحت بعض الجمعيات سيرتو اللي اشتغلت بزاف هذا لا ديناميك انها اصبحت تكتب تقاريرها بالمؤشرات. ما بقيناش كنهضروا على حقوق الانسان كشعار غادي نجي نقول حق من حقوق الانسان ان الدوله تقدمت او تاخرت فيه بشكل عام، بل اصبح كل حق كنقيسوه وكنتبعوا التطور ديالو بشكل دقيق. لو دوكيمون موجود، اي واحد قلب حول مؤشرات حقوق الانسان غادي يلقى كاع لي زيليمون المرتبطه به وكيفيه ديال الاشتغال، وخاصه كنشكل دفعه قويه بالنسبه اللي يشتغلون في حقوق الانسان، على اعتبار السياسه المرتبطه بحقوق الانسان تختلف عن القياسات او العمل بالسياسات الممكن. لان في مجال لابروش دروا زومان مثلا فاش كتجي اي دوله وكتقول لك على ان مثلا ناخذ المثال ديال المغرب، كيجي تيقول لك على انني في الفاكسيناسيون كنلحق ل 98% كفاعل حقوقي يجب ان اسائل الدوله هذوك 2% علاش ما استفدوش.
هذا هو الفرق بين لابروش دروازيمان ولابروش نتاع لو ديفلوبمون او لا جيستيون بالامكانيات اللي كاينين. هادشي علاش دار هذا الكتاب، هذا الهدف ديالو باش يكون على ديسبوزيسيون ديال الاطارات والفاعلين الحقوقيين من اجل الاشتغال على حقوق الانسان بشكل مختلف، ماشي بالطريقه الكلاسيكيه اللي كانت ديال عندنا مجموعه ديال الحقوق وكنهضروا بشكل عام اننا هناك مثلا فاش كنجيب اي حق انه ما كاينش تطور وما كاين. فهذه القياسات اولا كتخليك في تعاملك مع الدوله او مع الدول ككل كتخلي العمل ديالك دقيق، ومن جهه اخرى كيبان لك لي زيفوليسيون والتراجعات. وكذلك من ضمن القياسات اللي كانت كتستعمل بزاف هي التعامل مع الاليات الامميه، اللي مثلا بالنسبه لنا حنا في المغرب تقريبا دائما فاش كنا كنهضروا مع المسؤولين دائما كانوا كيهضروا لنا على ان بالنسبه للعمل ديالهم مع الاليات الامميه هناك تطور وهناك، وكذلك ما كنسالوهمش ان المساءله ديالنا للدوله اوني توجور رياكسيونيل. يوقع حدث معين كتحاول الحركه الحقوقيه او الاطارات الحقوقيه تجاوب عليه من خلال الوقفه من خلال البيان، وكنوقفوا في حين على ان الاليات الامميه ما عندناش متابعه ديالها بشكل قوي. فمثلا ما يسمى بلجان المعاهدات، مثلا لجنه القضاء على جميع التمييز، اشكال التمييز ضد المراه، كان خص المغرب يقدم التقرير ديالو في جويي 2014 وما قدموه حتى ل 2021. ولكن في هذا البيريود ما بين 2014 و 2021 عمرنا ما لمسنا ان يكون ضغط على الحكومه انها خصها تقدم تقرير، لان هذا النوع من الاليات هو اللي كتخليك على ان الدوله كتحرجها. عندنا فرق كبير ما بين ما نتحدث عنه نحن كجمعيه وما تتحدث عنه الدوله وما يتحدث عنه المقرر الاممي الخاص بالحمايه الافراد من الاختفاء القسري. فبالنسبه للارقام مثلا الدوله المغربيه تتحدث الان على 6 حالات عالقه فقط. نحن داخل الجمعيه نتحدث على 75 حاله. بالنسبه للمقرر الاممي الخاص بحمايه الافراد من الاختفاء القسري يتحدث على 120 حاله. اذا مسؤوليتنا في الجمعيه اول شيء فاش كنهضروا على الريفيرونسيال، لان هادو هما التحديات اللي خصنا نشتغلوا، المفروض فينا كان خصنا نجلسوا مع المقرر الاممي ونقادوا العدد ديال 75 ونلحقوا ل 120. علاش هو عنده 120؟ لان 75 هما الحالات اللي عندنا حنا في الجمعيه. الا حاولنا على الاقل نتبعوا التاريخ ديال الانتهاكات ديال حقوق الانسان في المغرب. فالبدايه ديال الانتهاكات بالرغم من ان هيئه الانصاف والمصالحه او الميكانيزمات كيهضروا على 56، ولكن الانتهاكات بشكل كبير ديال الدوله المغربيه كانت مع الوصول او لا تحييد ديال الحكومه ديال عبد الله ابراهيم 60 وتولي ولي العهد المسؤوليه ديال الحكم. منذ ذلك الوقت بدات الانتهاكات ديال حقوق الانسان بشكل كبير، وبالمفهوم ديال الانتهاكات جسيمه، لان من خلال العدد ديال المعتقلين من خلال التعذيب اللي كان منذ ذلك الوقت بقى المغرب دائما كيدخل في دي سيكل. مثلا الى تبعناه عندنا 61 المحاكمات اللي كانت، من بعد منها كتجي الاحداث ديال 65، من بعد منها كتجي المحاكمات ديال من بعد الانقلاب ديال 71، من بعد منها 73 احداث ديال منيب وعزه، من بعد منها كيجي ما جا من بعد الباك كتجي الاحداث ديال 81 اللي حنا خلال الاسبوع المقبل غادي تكون الجبهه الاجتماعيه دعات الوقفات لتخليد ذكرى ديال 81. اذا عندنا 81 عندنا لابليكاسيون ديال الباكت داجستمون ستركتورال، اذا بدات الاحداث ديال 84 ديال الشمال وديال مراكش، من بعد منها 90 الاحداث ديال فاس، من بعد 90 94 95 انفيناتر اللي تفتحات، يعني كانت انذاك الاستعداد او على الاقل رئيس الدوله احس انه خصو يبدا يساعد من اجل انه يدوز الحكم الولد ديالو. اذا كانت شويه كان امتيري بي، ولكن ابتداء من 2003 كان الحدث ديال 2003 والمحاكمه ديال السلفيه اللي كانت فيها انتهاكات كبيره، كانت تعذيب، كانت مجموعه ديال الانتهاكات. من بعد 2003
كنلحقوا ل 2011 اللي خلال 2011 على عكس ما يقال ديال ان 2011 فيفري كانت 20 فبراير وكانت، ولكن الوضعيه الحقوقيه نحاولوا نتبعوها من 2011 لدابا. فمثلا ناخذ فقط بعض المؤشرات، مثلا الوفيات ديال التعذيب والعنف مثلا كنلقاو 2015 10 حالات، 2016 17 حاله، 2017 14، 2018 14، 2021 13. مثلا فاش كنجيو الحاله ديال الاعتقال التعسفي ناخذها من 2011 وحنا جايين، 2011 446، 2012 233، 2015 593، 2017 في الاحداث ديال الريف لحقنا 1900 ديال الاعتقال التعسفي والمحاكمات الغير العادله اللي تجاوزات بشكل كبير سنوات الرصاص. في سنه واحده كتلحق ل 1900، كان رقم كبير. من بعد 2019 458. فاش كنجي مثلا التدخلات فيما يتعلق بالحريات العامه والتدخلات القمعيه الاحتجاجات والمسيرات، 2011 كانت عندنا 16، 2016 204، 2018 168، 2021 157. فيما يتعلق بالحريه الاعلام والصحافه، 2011 كانت المتابعه والتضييق على 13 صحفي، 2017 اللي هي كما قلت كان عندنا 1900 معتقل سياسي. ففيما يتعلق بحريه الصحافه في 2017 كانت هناك المتابعه ديال 65 صحفي. القمه كانت في 2020 ب 70، 2021 كان عندنا 82 محاكمه لان دازوا المدونين حتى هما معتبرينهم حنا في الجمعيه ديال كذلك مرتبطين بهذا. فيما يتعلق بالتعذيب دائما 2017 هي السنه اللي على الاقل داخل الجمعيه خصنا نبقاو ناخذوها كوماني دو ريفيرونس، لان خصنا نعطيو ليها ونتبعوها بشكل دقيق جدا، لان الحالات ديال التعذيب تجاوزات 500 حاله بليس كو 500. لان بعض المرات كنعطيو شي رقم كتجي السنه اللي من بعد منه كنبقاو ناخذوا السنه اللي قبل كوم ريفيرونس وكنساو هاد الحالات. 2021 كانت عندنا 132. فيما يتعلق بحريه ديال المعتقد اللي بعض المرات كنتحاجوا على انه تم التجاوز ديالها، في 2011 كان عندنا 8 ديال الحالات، ولكن سنه 2017 لحقنا 24 حاله. اذا 2017 كل لي زانديكاتور كاملين كانوا مرتفعين، وحنا كانت اونيتي فوكاليزي على الاحداث ديال الريف، وما قدرناش على اننا نتبعوا الامور بشكل دقيق جدا. ومن بعد قالنا مثلا سنه 2021 المتابعات اللي كانت حول الحريه ديال المعتقد والتضييق لحقات 170 حاله، اللي هو رقم كبير. ومع الاسف ما كان يعني من التحديات على الحركه الحقوقيه هي كومون فير بور كابيتاليزي لو طرافاي ديالنا. فمثلا غادي نرجع للاحداث ديال الريف، شي لا ركز على 2017 قلنا الجمعيه، وهذا انتقاد زعما خصنا نقولوا على اننا باقي حتى لدابا ما قدرناش نعطيو الصوره الحقيقيه على 2017. علاش؟ لان جوج ديال المؤشرات تيبان اننا في الجمعيه نظرا للامكانيات اللي كاينه، وغادي نطرحها كذلك على الرفاق اللي كيتحملوا المسؤوليه في الجمعيه لا دابا لا من بعد، ولكن تبقى مهمه اساسيه. لان ما وقع في 58 و 59 في الريف بالنسبه لنا حنا والاجيال اللي جات ما قدرناش نشتغلوا على، لان ما كان عندنا والو، ما كانش توثيق حتى الحركه الحقوقيه ما كانش شي حاجه علاش غادي تهضر. ولكن الان مثلا داخل الجمعيه عندنا المحاضر تقريبا كل هذه الاحداث ديال الريف، رفيقه الزهره تضحك، عندنا كل شيء مجموع، ولكن ما قادرينش نردوه نيميريك وما قادرينش نشتغلوا. التخوف ديالنا هي واحد النهار عندنا تقريبا شي 4 الباليزات، عندنا شي 4 الباليزات ديال لي دوكيمون. التخوف ديالنا هي واحد النهار ما غيبقاوش، والاجيال اللي جايه غادي تعتبر 2017 بحال ما كان والو. اذا من المهام الاساسيه ديال الحركه الحقوقيه هي المساله ديال التوثيق، لان صراعنا مع المخزن كامل مرتبط بالحقيقه ومرتبط هو كيلعب على الوقت. غادي نلحقوا 2040 ولا 2050
تولي تهضر على الريف بحال كنهضروا على السنه ديال قبار راجل مخزن شد وحدين وطلق وحدين وسلام، في حين على مثلا الحاله الثانيه اللي كانت خطيره وهو لو بريليفمون دادين ديال المعتقلين ديال الريف، سواء اللي تشدوا ولا كاين الشباب اللي غادات في الكوميساريات الطور. اشنو داروا بهذاك لادين؟ الا كان رئيس المحكمه ديال الحسيمه، حنا ديك الساعه كنا في الوفد ديال الائتلاف اللي مشينا للحسيمه اجل اعداد التقرير، رئيس المحكمه تيقول لك انا ما عطيت الاذن حتى واحد يدير بريليفمون دادين، بل اكثر من ذلك قال لنا ما كاينش قانون ديك الساعه في المغرب يحدد هذه العمليه، شكون اللي خصو ياخذو، كيفاش خصو ياخذو، وفين خصو يدار هذا لادين. حتى دابا حتى واحد ما كيهضر عليه. اذا هادو هما التحديات، سي لا ديجيتاليزاسيون ديال لو طرافاي ديالنا، الناس غادي نرجع ليها في الفقره الاخيره، ولكن على الاقل التخوف ديالنا هي هاد لو دوكيمون وهاد لي فور اللي دار. فمثلا نعطي مثال، السي ان دي اش من بعد فاش هضر على الحاله ديال التالي انه كان هناك اطلاق الرصاص ضمن المحاضر ديال البوليس، حتى من بعد تنقلب مره كنقرا شويه داكشي، ضمن واحد المحضر ديال البوليس كاين محضر ديال البوليس يقر على ان كان هناك اطلاق الرصاص، ولكن ما انتبهناش ليه لان كاين وسط المئات ديال لي دوكيمون. اذا خصنا نشوفوا كومون فير دو تيل مانيير ان هادوك لي دوكيمون كاملين يوليو ديجيتاليزي، على الاقل غادي نقدروا نحافظوا عليهم بالنسبه للاجيال اللي جايين. لي فور اللي دار هي اننا قدرنا نجمعوه، ولكن وكذلك اننا نشوفوا شنو هي الامكانيه خاصه بالنسبه للدراري ديال المنطقه او لا ان كيفاش الطلبه ديال الماستر ديال الدكتوراه يشتغلوا على هاد لي دوكيمون، لان لي فور دار عندنا الماتيريال كاين ولكن ما كاينش اللي غادي يخدم. اليومي ديال الجمعيه تيصعب عندنا العمليه اننا نشتغلوا.